الشرق جميل. ويمكن انا يعني شفت لوحات الاساتذه الافاضل جاء في ذهني يعني لوحات الفنان حسن الشرق، يمكن التمازج والتشابه، ويمكن الاثنين كمان بينقلوا البيئه اللي هم يعني عاشوا فيها. الفنان حسن الشرق هو بيعتبر موهبه من مصر. حسن الشرق هو فنان صنعته الحياه. عمل معارض في مصر وخارج مصر، وله مقتنيات في متحف اللوفر وايضا في اماكن اخرى. يعني اسمحوا لنا بس يعني قبل ما نبتدي ونفتح المعرض يعني نعرض عليكم يعني فيلم قصير في بضع دقائق، 4 دقائق بالظبط، عن حسن الشرق، موهبه من صعيد مصر. نتمنى لكم مشاهده طيبه. فنان صنعته الطبيعة، عاش عمره وسط المقابر في مدينة الأحياء والأموات زاوية سلطان. الفنان حسن عبد الرحمن حسن، أو كما يطلق عليه حسن الشرق، ولد عام 1949 بمحافظة المنيا. لم يحظى بنصيبه من التعليم، وبالرغم من ذلك وصل بأعماله إلى العالمية. أنا مواطن من قرية اسمها زاوية سلطان، هي يعني بتبعد عن القاهرة حوالي 250 كيلو. لو ما كنتش اتولدت في هذه القرية اللي أنا بتكلم عنها، بقول عبقرية المكان اللي احنا بناخد منها فني، اللي أنا في الصبايا وبدايتي اللي أنا عاوز أتكلم عنها، أنا اتعلمت فيها حياتي وتعلمت فيها الفن بدون مدارس وبدون كليات. اكتشفني مدرس العلوم، عرفني وجهة الفن. كنت ملم جدا وحب قراءة الكتب. على فكرة أنا ما اتعلمتش كتير في المدرسة، يمكن أزيد من الابتدائية، ولكن اللهم صل على النبي، يمكن أول واحد خلص أسوار الأسباكية في الكتب القديمة والجديدة كان حسن الشرق، اتعلمت من خلالها. اتعلمت المدرسة الكبيرة تاني أنا في المنيا، عندنا عروس الصعيد بين حسن الشروق الأشمونين تل العمارنة. من الفنان فرعوني 7000 سنه اللي كان بيخلط لون، وصلت دلوقتي الى خلطه لون معينه زي الفنان التشكيلي الكبير الفرعوني، لغايه ما تم اكتشافي سنه 85 من السيده المنيه، والكلام ده من 85 ورايح كانت اول سلم العالميه. السيره الشعبيه وحكاوي الاهل وراوي الربابه كان لهم تاثير كبير في ريشه الفنان حسن الشرق، فترجم كل هذه الحكايات على لوحاته.